تغذية بصرية. وركز في الكلمة دي، اول طريق الابداع التقليد. بسم الله. اي حاجة في البداية بيكون فيها صعوبة، بس ده معناه ان انت ما تتعلمهاش؟ ساعات اصلا بيكون تعلمنا للحاجة دي هي بتكون نقطة تحولنا للافضل. فمهم، عشان كده انا هديك شوية نصايح وشوية معلومات وشوية فشل حصل معايا ولقيت حلولها علشان اقصر عليك الطريق، وده عشان ان احنا نكون اسباب رزق لبعض. تعال نبدأ. انت طبعا سجلت في الموقع وعندك الشغف وعندك الحماس ان انت تبدا تشتغل وتجيب عملاء وتبدا تحس ان في دولارات هتبدا تجيلك وحسابك البنك هيبدا يتملي. بس مع يومين 3 يعدوا كده وتاخد الصدمه وتبدا تلاقي طاقتك عماله بتقل، وتبدا ان انت عمال تحس بملل، وتبدا تقول الناس اللي على النت والناس اللي بتشرح الكلام ده كله مش كل كلامهم صح. انا معاك لان دي بدايه، ودايما البدايه صعبه، بس خليك معايا للاخر وتابع فيديوهاتي وان شاء الله هتعرف الكلام اللي انا بقوله لك ده صح وعن تجربه. اولا بنعمل صفحه اللي اسمها البروفايل، صفحه شخصيه. الصفحه الشخصيه دي بتكون مهندمه، بتكون احترافيه، وبتكون منظمه لشويه حاجات وشويه خطوات، وبنضيف شويه بيانات فيها اتكلمت عليها في الفيديو اللي فات. لو ما شفتهوش ارجع شوفه علشان خطواتها مهمه وفيها شويه نصايح هتهمك. بعد ما نسجل البيانات دي، البروفايل بتاعنا بيكون متسجل بنسبه. موقع ابورك بيدينا نسبه التسجيل. عملت بيانات، حطيت صوره البروفايل مثلا وليكن دي نسبه 10%. عملت التايتل العنوان بتاع البروفايل بتاعي دي نسبه كمان 10%، ف 20%. بنكون البيانات دي مع بعض بنوصل في الاخر لنسبه 90%. فالبروفايل بتاعي ما بيكونش مكتمل بنسبه 100%، ودي نقطه من اهم الخطوات. ايه اخر خطوه هي اللي هتخلي البروفايل بتاعي نسبته 100% ومكتمل؟ هي خطوه اسمها الفيريفيكيشن. الفيريفيكيشن دي اللي هو التاكيد الهويه الشخصيه بتاعتك، البطاقه الشخصيه بتاعتك. فانت الموقع هيطلب منك انك تاخد صوره ليها بالموبايل بتاعك وترفعها على الموقع بطريقه معينه تكون واضحه، وتكون كل الاربع جوانب بتاعتها واضحه. ولو حابب ان انا اتكلم على الموضوع ده وازاي ترفع البطاقه بتاعتك، انا هعمل لكم فيديو مخصوص ليها. بعد ما بترفع البطاقه، الموقع بياخد شويه وقت، ممكن دقايق ممكن يوم. بعد كده بيقول لك تم تاكيد البطاقه الشخصيه بتاعتك. بيكون كده البروفايل بتاعك مكتمل بنسبه 100%. دي خطوه مهمه. عملنا الصفحه الشخصيه وعملنا البيانات، عملنا النسبه بتاعتها 100% مكتمل. عايزين بقى نعمل حاجه اسمها بورتفوليو. والبورتفوليو ده بقى يا برو اسمه معرض اعمال. والمعرض الاعمال ده بتحط فيه الشغل اللي انت عملته قبل كده. يستحسن انك تحط الحاجات اللي انت شايف ان هي بالنسبه لك فيها لمسات مختلفه، وشايف ان انت مميز، النتائج اللي انت عملتها في المشاريع اللي قبل كده. ودي غالبا بتكون في مجال كتابه المحتوى ومجال التصميم، مجال المونتاج، لان دي حاجات متشافه، مجال تصميم اللوجو والموشن جرافيك والكلام ده كله. وينفع برضو تضيف في مجال البرمجه، في مجال تصحيح لغوي، في مجال اللغه، كل الحاجات دي ينفع. بس انت قول لي مجالك ايه في التعليقات وانا اقول لك ازاي تضيف بورتفوليو او معرض الاعمال بتاعك على الموقع. طب ليه نعمل بورتفوليو اصلا؟ معرض الاعمال نريلاكس شويه. تعال اقول لك يا برو، ناخد رحله مع بعضينا بسيطه كده، اقول لك فيها يعني ايه معرض اعمال اصلا من الاول، وازاي تبني معرض اعمالك صح، وتبنيه فين اصلا. وكمان لو انت ما عندكش معرض اعمال اللي هو اعمال سابقه قبل كده، اقول لك ازاي تعمل اعمال ليك علشان تحطها في البورتفوليو بتاعك. وكمان شويه نصايح هقولها لك في اخر الفيديو. كمل معايا للاخر او اعمل خط وارجع للاخر. هنهزر احنا ولا ايه؟ البورتفوليو معرض الاعمال. وطبعا مهم ذكر المصطلحات بالانجليزي لان انا بكلمك في موقع عالمي وليست محلي. فالبورتفوليو ده اللي هو معرض الاعمال ده بنضيف فيه حاجات احنا نفذناها قبل كده، مشاريع، انجازات عملناها بنتائج كويسه انت شايفها بالنسبه لك ان هي نتائج لو حد شافها فهيهتم بيها. فانت بتاخد المشاريع دي بترفعها على موقع، وهقول لك ايه المواقع اللي ترفعها عليها. ومن الموقع ده بتاخد اللينكات بتاعتها بتحطها على البروفايل بتاعك علشان العميل يقدر يشوف شغلك، او لما العميل يطلب ان هو يشوف الانجازات اللي انت عملتها قبل كده عشان يتاكد ان انت تعرف تعمل المشروع بتاعه، بتاخد اللينك بتاعك وبتروح تديه للعميل تقول له ده شغلي وده فيه 1 2 3 والنتيجه بتاعته طلعت ب1 2 3 واستخدمت فيه الادوات كذا وكذا وكذا. ولو حابب تسالني اي سؤال على بناء معرض الاعمال الخاص بيك البورتفوليو اكتب لي في التعليقات وان شاء الله هرد على كل واحد فيكم. طيب هقول لك بقى على نقطة هنا، ان انت اساسا لو ما عندكاش اي اعمال قبل كده ان انت تبني بيها بورتفوليو، فايه الطريقة اللي انا اقدر اعمل بيها بورتفوليو؟ هقول لك عليها، بس قبل ما اقول لك عليها هقول لك على المواقع اللي ترفع عليها البورتفوليو علشان هديك الفكرة برضو من المواقع اللي ترفع عليها المعرض الاعمال بتاعك. طيب ايه بقى المواقع اللي انا اقدر ارفع عليها اعمالي اللي انا نفذتها قبل كده ومشاريعي اللي خلصتها؟ اول حاجة عندنا موقع اسمه بيهانس. موقع بيهانس ده بترفع عليه الاعمال بتاعتك، بتروح بتسجل
بتسجل فيه. بعد ما بتسجل فيه بتحط صورتك الشخصيه وبتحط البيانات وبتحط نبذه عنك وبتحط ان انت شغال ايه، يعني حاجات بسيطه كده، خطوات معينه. وبعد كده تبدا ترفع كل الشغل اللي انت نفذته قبل كده على الموقع ده. ومن ميزه الموقع ده بيهانس والمواقع اللي هتكلم عليها برضو ان هي فيها ملتقى جميع المصممين وجميع الفريلانسرز اللي شغالين اونلاين، علشان كل واحد يقدر انه يشوف نظره التاني للشغل ازاي. فانت بتقدر تعمل حاجه اسمها تغذيه بصريه، وركز في الكلمه دي، تغذيه بصريه. من خلال الكلمه دي انت تقدر تشوف الشغل الناس التانيه، فانت دماغك هتبدا ان هي تتغذى من خلال عينك، فمن خلال النقطه دي تقدر ان انت تطلع شغل بنتائج احسن بكتير. فانت بتوري الناس شغلك. حتى كمان من البيهانس ده ممكن يجي لك شغل من خلاله. وفي عندنا موقع اسمه دريبل، وفي عندنا موقع اسمه بنترست، وكمان تقدر تضيف اعمالك على قناه على اليوتيوب وتاخد اللينكات بتاعتها توريها للعملاء بتاعتك من خلال لينكات اليوتيوب بتاعتك. دي مواقع تقدر من خلالهم تستفاد وترفع الاعمال بتاعتك. طيب في اخر حاجه هقول لك عليها تقدر تبني فيها بورتفوليو بطريقه برايفت، بطريقه خاصه، واللي هو الجوجل درايف او الدروب بوكس. بس الدروب بوكس غالي طبعا، معظم اللي بيستخدموه اجانب، فانا بكلمك في الجوجل درايف. الجوجل درايف لما بتسجل فيه بيديك 15 جيجا فري مجانا، فتقدر ترفع على الدرايف بتاعك من جيجا ل 15 جيجا. فانت تقدر تاخد الاعمال بتاعتك ايا كان، شيت اكسل، فيديو، وورد، صور، تصميمات معينه، لوجوهات، تقدر ترفعها على جوجل درايف. وينفع كمان تاخد اللينك بتاعك، وينفع تخصص مين اللي يقدر يشوف الشغل بتاعك، ولو عايزه تخليه بابليك للعامه تقدر تخليه، ولو عايز تخليه خاص تقدر تخليه. ولو عايزين ان احنا نعمل شرح كامل على جوجل درايف لان مميزاته حلوه جدا، انا ممكن اعمل لكم شرح كامل في فيديو لوحده على جوجل درايف. انا قلت لك بعد الخطوه دي هقول لك ازاي تعمل لك بورتفوليو لو انت ما عندكاش بورتفوليو. هقول لك حاجه بسيطه. انت مثلا لو بتصمم لوجو او مصمم جرافيك، هتروح تعدي على البيهانس او المواقع اللي كلمتك عليها، هتكتب لوجو ديزاين، تصميمات لوجو، وتاخد منها افكار وتبدا تنفذ. بص، في جمله بتقول لك كده، اول طريق الابداع التقليد. فانت لازم تقلد، لازم تعمل حاجه انت زي ما شايفها قدامك تاخدها كده كوبي بيست. فانت لازم تنسخ، تحطها زي ما هي بالظبط، ما تعملش فيها اي تعديل. مع الوقت، يوم، التاني، التالت، كمان اسبوع، هتلاقي نفسك ان انت دماغك اديت لك فكره جديده من خلالها تقدر تنفذ فكرتك الخاصه. ايه بقى مهمة معرض الاعمال او البورتفوليو اللي احنا اتكلمنا عليه في الفيديو ده كله؟ المعرض الاعمال او البورتفوليو عامل زي المتحف. انت دلوقتي لما تروح المتحف، هم اصلا بيبنوا المتحف ده ليه؟ او ليه سموه متحف؟ لان هو بيكون فيه نسخ موجودة منها نسخة واحدة، عشان كده الناس بيروحوا يتفرجوا عليها. ده معناه ايه؟ معناه ان انا لما ابني الموقع بتاعي واحط البورتفوليو او معرض الاعمال، ان انا لازم يكون عندي حاجة مميزة، او لازم يكون عندي عمل واحد مميز حتى لو فيهم، عشان لما العميل يجي يبص على شغلي يلاقي ان الشغل ده مميز، هو ده اللي انا عايزه. مش معنى الكلام ده ان انت لو ما عندكش شغل مميز او معرض اعمال مميز ما ترفعش شغلك على النت، لا خالص. ارفع شغلك اللي انت عامله دلوقتي، ومع الوقت ابدا حسن من امكانياتك والنتائج بتاعتك، وابدا شيل القديم وحط الجديد، وخلصت. بسيطه. يعني احنا المفروض ان احنا نكون مميزين. ليه؟ علشان العميل لما عينه تيجي على معرض اعمالك يقول لك هنا ساسكت قليلا. هو ده اللي انا عايزه. العميل هيقول كده بلسانه، فهيشوف الحاجه اللي هو عايز ينفذها في المعرض الاعمال بتاعك او قريبه من الحاجه اللي هو عايز ينفذها، فهيروح يبعت لك دعوه ويقول لك انا عايز انفذ 1 2 3، وانت كسبت اول شغلانه يا معلم. بص يا برو، اخيرا موضوع بقى الحصول على اول عميل لم يعتمد فقط على بناء البورتفوليو وهو معرض الاعمال، بل يعتمد على اساليب اخرى ايضا. ولكن معرض الاعمال من اهم الخطوات للحصول على اول عميل، واولى خطوات النجاح في الموضوع ده. بس كده انا كلمتك النهارده على ازاي تخلي البورتفوليو بتاعك بنسبه 100% مكتمل، وازاي ان احنا نقدر نبني البورتفوليو معرض اعمالنا، ولو ما عندناش معرض اعمال ازاي نعرف نعمل واحد ونرفعه على المواقع، وازاي ان احنا نقدر نستخدمه لصالحنا علشان ان احنا نجيب اول عميل. بس كده، ده كده الفيديو النهارده. ان شاء الله اكون قدرت ان انا اديك معلومه انت كنت محتاجها، وان انا قدرت افيدك بيها. اتمنى ان انا اكون سبب من اسباب رزقك. ربنا يجعلنا كلنا اسباب رزق بعض. شكرا ليك جدا يا برو ان انت اتفرجت على الفيديو كله. لو اديتني لايك يبقى حاجه عظمه منك، وتعمل لي اشتراك وشير عشان غيرك يستفاد، واستناني الفيديو الجاي عشان هقول لك معلومات كتيره جدا وخبرات انا حصلت معايا عشان ما تقعش فيها. وتاني، ابدا من حيث انتهى الاخرون علشان ما تطولش في الطريق، علشان توصل لنقطه النجاح بتاعتك. شكرا يا برو، اشوفك الفيديو الجاي بابتسامتك الحلوه. سلام.